السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا نهار اليوم طبق الجلبان، يعني راه وقته صاير، راه بدا يدخل هذا وقته، على بالي بلي غادي تحتاجوه وترجعوا لهذه الوصفه ان شاء الله. شوفوا جبتها لكم بمقادير مضبوطه، يعني حتى المبتدئات ويديروه. جبتها لكم بكيلو تاع الجلبان، يعني مقادير مضبوطه جدا، حتى الماء عطيتها لكم بالعبر. شوفوا كيفاش يجي خاطر، يجي مجمر، يجي بنين عسل. نقول لكم غير جربوه. وعطيتها لكم بهذه الفكره تاع التقديم، وكل وحده تقدم كما بغات. المهم انا في الفيديو ثاني دوك نعطيكم واحد الافكار هكا ديروه بدون اطاله. نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. هنا راني منقيه كيلو تاع الجلبان، يعني غير كيلو. شوفوا كي يتصفى وكاع تقلعوا لها القشره يولي غير صغير. حبه بصل صغيره وحبه طماطيش صغيره، على خاطر الكميه تاع الجلبان عندنا غير شويه. لا ضاعفتوا الكميه، كانت كميه بزاف، 2 كيلو 3 كيلو حاجه باينه. تكبروا البصله ولا ديروا 2 حبات. درتها لكم بالدجاج كما طلبتوا مني، راكم تقولوا لي ديري لنا بالدجاج. اكلات اقتصاديه، ما درت لكم خاطركم. درت هنايا كويس تاع الدجاج، درت لها 4 مغارف نتاع الزيت. وهنايا الجود من الموجود، لا بغات ديريه غير بجناحات، المهم يجي بنين عسل. جيبوا حبه بصل ونقطعوها مربعات صغيره كما هكا. تبغي تربيها لكن الاختيار، بصح انا قطعتها كما هكا، ميم هكا ما تجيش كاع باينه في المرقه. المهم قلوها غايه ونديها فوق الغاز يتقلى. شوفوا البنات، انا الدجاج جامي نقليه وحده دائما مع البصل، يعني باش يتقلاو مع بعض ويطلقوا هذيك البنه الشابه. هذيك الحبه تاع الطوماطيش انا رحيتها بالميكسر هكا باش نسهلها، تقدروا تربوها تاني في الرقيق. انا قليت مليح هذاك الدجاج مع البصل، قلوه من كلتا الجهتين خطره على خطره. قلبوه كي يدخل له يعني الطياب، تشوفوا هكا دخلت التقليه لهذيك البصله صاي بدات تتقلى. زيدوا هذيك الحبيبه تاع الطوماطيش، حبه غير صغيره البنات ماشي كبيره. بالنسبه لي زيبيس نديروا سكرجبير، فلفل الكحل وكركم وشويه زعفران. للناس اللي ما يطيبوش بزعفران تقدروا تستغناو عليه. مغرف صغيره تاع الملح. كيما شفتوا لي زيبيس ما درتهمش كاع في البدايه باش ما يتحرقوناش، يعني حتى تقلت البصله ودخلت لها الطوماطيش التقليه عاد درت لي زيبيس. هنا خلطهم كاع غايه. هذاك الفخذ قلبوه على كلتا الجهتين باش هذيك لي زيبيس كاع يدخلوا له كيما هكا، ونعاود نزيد نقلبه. المهم باش يدي كاع هذيك الذوق تاع لي زيبيس. وهنايا قلينا غايه مالا نمرقوا بالماء سخون. درت نصف لتر الاول وعاود زدت اقل من نصف لتر، واحد 400 ملي هكاك. المهم في المجموع كاع لتر ناقص شويه. هو هذا الكيلو تاع الجلبان بعد ما صفيته كي قلت لكم يولي غير شويه، بصح الجلبان نوعيه مليحه، جاي حبه كبيره. ديروا عود قرفه صغير ونديروا هذاك الجلبان مع 2 حبات ولا 3 تاع الزروديه. الزروديه تعطي حلاوه بزاف شابه، يعني تزيد لها في الحلاوه في البنه. وما نديروها كديكور. تبغوا تقصوها مكعبات صغيره ولا دوائر صغيره، انا نقصها كما هي، من بعد كي طيب عاد نقصها دوائر هكا باش ما تخسرليش. انا الجزر كان عندي صغير، لكن عندكم الحبه كبيره تقدروا ديروا غير حبه تكتفوا بحبه وصاي. شوفوا هاد المول نتاع القلوبه جبته، يعني كان غير مخبي غير للكاطو، قلت نعطيكم به فكره للتزيين خاصه العرايس جدد. كيما هكا ديري كفته. انا شوفوا البنات هاد الكفته جابوها لي فيها لي زيبيس، فيها كاع صوالحها، مع اني وصيتهم وينساو. نبغيها صراحه، نبغيها انا نخدمها وحدي، خاطر ما نعرفوش هكا كي تكون كي تشريها واجده وفيها لي زيبيس ما تعرفي كاع واش راه طاحن معاها، يطحنوا معاها هذوك جلوده شحم. المهم معليش طفر جابوها لي. نتوما طحنوا الصدر تاع الدجاج وحدكم، ديروا فيه لي زيبيس، شويه ثوم مربي، شويه بصل مربي في الرقيق، ديروا شويه بيض ماشي بزاف ومغرف نتاع لا شابلور، وشكلوه كيما هكا ودخلوه للكوشه، وشويه تاع المعدنوس ما تنساوهش. فول البنات كي راه يطيبوا شحال تلقد الزيت، معناتها فيها الشحم بزاف، يعني يطحنوا معاها بزاف الشحوم، ولاو الحبات غير صغار ولا حبات قلوبه غير صغار. هنا بعد ما فتحت على الجلبان تاعي اللي كان طاب واحد نص ساعه يكون واجد معاكم، هذاك الدجاج اللي طاب فيه وليت عاود درته في الكوشه يحمر. وهذوك القلوبه كي طابوا من السيليكون وليت قلعتهم من السيليكون حطيتهم في البلا باش يزيدوا يحمروا مليح. هنايا قليت بطاطا كيما هكا مدوره، ما تكونش خشينه كيما وريتها لكم، ما تكونش رقيقه. وباش تشكلوا ورده طريقه غير سهله للمبتدئات، نقول لكم غير ركزوا معايا. تحطي الحبه تاع البطاطا مدوره والحبه الزوجه في النصف الاولى، وتقعدي ماشيه كيف كيف، يعني تحطي في النص ماشي غير في الطرف، باش كي تلويها ما تنحلش. كيما هكا نستعينوا بالكيس بلاستيكي ونلووها بهذه الطريقه ونتحصلوا على ورده. هنا الحجم نتاع الورده انت تتحكمي فيه. لا بغيتي الورده كبيره بزاف كثري البطاطا، بغيتيهم غير وردات صغار ديري كميه تاع البطاطا صغيره، وتقدري ديري شحال من ورده. يعني دوك نعطيكم افكار. مثلا هاد الورده تقدري ديريها صغيره، ديري 4 تاع الوردات كيفها. انا درت غير وحده كبيره في الوسط، تقدري ديري 4 وتحطيهم هكا في الطرف تاع الطبسي،
يعني واحده مقابله واحده كيما هكا. درت هذاك الكويس في الوسط اللي كنت حمرته في الكوشه. شوفوا حمروه يمدبنا شابه وينتكل، يعني كنت تخلوه غير طايب قادر ما ياكلوش، بصح هكا محمر ياكلوه. هذيك الورده في الوسط. درت هذوك القلوبه مع الطرف، زوقت بالجزر اللي كنت قصيته. شوفوا كيفاش جا، وكان من الاول قصيته هكا صغير قادر يتفتت لي، بصح كي تحطي الحبه تاع الزروديه وافيه من بعد كي تجبديها تحكمي فيها كيما بغيتي تقصيها تقصيها، يعني ما تخسر ما والو. درت شويه وريقه تاع معدنوس، وكما قلت لكم يقعد التزيين عندكم اختياري. انا عجبني هذا التزيين، وقولوا لي رايكم في التزيين، وانا نجي نرفد معاكم تشوفوا لي هذيك المريقه كيفاش مجمره. شوفوا البنات المرقه يعني جات ما شاء الله، جات نيشان. هذيك هي ماشي كما نقولوا غيلمه، وثاني ماشي ناشفه. تاكلي الجلبان تلقاي فيه المرقه. وهاد القلوبه جاو مشويين محمرين ما شاء الله، جاو بنان. نقول لكم جربوها وردوا عليا في التعليقات. شوفوا البنات لما بغيتوش زعما كثرت الخدمه وديروا القلوبه وكاع، تقدي هاد الكفته ديريها كويرات وطيبيها غير في المرقه تاع الجلبان قبل ما تطفي عليه، يكون عاد ما تجمرش. ديري فيه كويرات صغار تاع الكفته، خليها طيب والجلبان تاعك يتجمر وتطفي عليه. ونقول لكم شهيه طيبه، يجي بنين بزاف. جربوه والى الملتقى. السلام عليكم.